السلام عليكم وكي دايرين يا أحلى متابعين ومتابعات. معاكم سوسن الكزاوية في قصة جديدة من قلب الواقع. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيحرق القلب، موضوع بزاف كيهربوا منه وكيسحب لهم ما كاينش، ولكن راه كاين وعايش وسط منا في صمت. اليوم غادي نعاود لكم قصة سي محمد اللي كيبان البرة راجل سيد الرجال، ولكن وراء باب داره كاينة حكاية أخرى كتقطع القلب. رخوا ودنيكم وسمعوا معايا هاد الخراز اللي غادي يحيد القناع على بزاف ديال الأسرار. سي محمد كان راجل طيب خدام بعرق كتافه في التجارة، والناس كاملين كيحترموه على قبل أدبه ومعاملته الزوينة. نهار فكر يتزوج بغى بنت الناس اللي تسترو وتكون ليه السند، وتلاقى بملكة. في الأول كل شي كان كيبان عادي، عرس مغربي بتمامه وكماله، والضحكة ما مفرقاش وجوههم. ولكن غير دازت شهور قليلة وبدا القناع كيطيح. ملكة ما كانتش ديك الزوجة الحنينة اللي كيتسناها، بل كانت مرأة متسلطة مريضة بحب السيطرة، وكل شي خاصو يكون بكلمتها هي. بدات القصة غير بالغوات ونقد على أتفه الأسباب، وسي محمد كان كيسكت وكيدوز كيقول مع راسو بنت الناس، يمكن غير الضغط ديال الدار. ولكن مع الوقت السكات ديالو زادها في الطغيان، ولات ملكة كتحتقروا بكلمات قاسية قدام ولادهم، والكلمة ولات دقة والدقة ولات خبطة. سي محمد لقى راسو في واحد الموقف لا يحسد عليه، راجل بطوله وعرضه وعنده مكانته وسط السوق، كياكل الدق من عند مراته. علاش ما دافعش على راسو؟ ماشي حيت ضعيف، ولكن حيت تربى باللي الراجل ما كيضربش المرأة، وحيت كان كيشوف ولاده الصغار وخايف عليهم من الشتات. كان كيمشي للخدمة وهو مخبي وجهه باللي كاين، وإلا سولوا شي حد على كدمة في وجهه أو جرح في يديه كيقول لهم غير طحت أو ضربني الباب. كان كيكذب على عائلته وعلى والده اللي كان كيشوف في عينيه واحد الحزن غريب. ولكن سي محمد كان كينكر كل شيء. الدل اللي كان كيعيش فيه كان كياكل ليه في صحته وفي نفسيته، حتى وصل لواحد الدرجة ديال اليأس اللي خلاته يفكر ينهي حياته، حيت حس باللي كرامته دفنات وهو باقي حي. في واحد الليلة كحلة ملكة فقدات السيطرة على راسها وبدات كتعنف سي محمد بواحد الطريقة وحشية وقدام بنتها الصغيرة ابتسام. سي محمد كان غير كيحمي وجهه كيبكي بصمت. هاد المشهد حرق القلب ديال الصغيرة ابتسام. هاد البنت رغم صغر سنها كانت ذكية، هزات التليفون الأم ديالها اللي كان محطوط وتخبات ورا الستار وصورات كل شيء. صورات الأم وهي كتضرب والأب وهو ساكت ومدلول. الغد ليه ابتسام مشات عند جدها والد سي محمد وقالت ليه جدي بغيت نوريك واحد الفيديو. غير شاف الجد داك الشي الدم طلع ليه لراسه، ما بقاش كاين سكات. المواجهة كانت قوية. سي محمد في الأول حاول ينكر، ولكن الفيديو كان دليل قاطع. الجد خدا ولده من يده ومشى للمحكمة والتمس المسطرة القانونية. الحقيقة بانت، والناس اللي كانوا كيضحكوا أو كيستغربوا فهموا باللي العنف ما عندوش جنس، وباللي السكات على الظلم هو اللي كيكبر الطاغية. سي محمد اليوم بدا حياة جديدة، خاوي من داك السم اللي كان عايش فيه، وقدر يسترجع كرامته بفضل بنته وشجاعة والده. وهنا كنجيو لنصيحة سوسن لليوم. الحقرة يا إخواني ويا أخواتي ما عندهاش جنس، وما كاينش فرق بين مرأة معنفة وراجل معنف. الظلم هو الظلم. الراجل اللي كيصبر على الذل والعنف باش يحافظ على الدار راه ما كيحافظ على والو، بالعكس كيربي ولاد معقدين كيشوفوا القدوة ديالهم كيتهان. الرجولة ماشي هي تضرب المرأة، هذه مفروغ منها، ولكن الرجولة حتى هي ماشي هي تسكت على حقك وكرامتك خايف من كلام الناس. اش غيقولوا عليا كتضربوا مراته؟ كلام الناس كيمشي وكيجي، ولكن الكرامة إلا مشات كيمشي معها كل شيء. الله يسترنا ويستركم ويجعل بيوتنا دائما مبنية على المودة والرحمة والمساواة، ماشي على السيطرة والعنف. تهلاو في ريوحكم ونتلاقوا في قصة جديدة إن شاء الله.